السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى ان انتم تكونوا بخير. لو اول مرة تفتح فيديو ليا فانا محمد طارق، جرافيك ديزاينر و 3 دي ارتست. وفي القناة دي بتعلم بلندر وفي نفس الوقت بحاول اعلم الناس اللي انا اتعلمته وبنطور بعض بشكل مستمر. في الفيديو ده هنشرح النود الجزء الثاني. تمام، ده كان في جزء اول هحط لك اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن. تمام، في السلسلة دي احنا بنشرح الماتيريال والتكتشر ازاي نعملها على 3 دي بلندر بيكون بشكل سهل من غير ما تحفظ ماتيريال او ان انت تكون بتطبق ومن غير مش فاهم انت بتعمل ايه. تمام، في الفيديو اللي فات شرحنا يعني ايه شيدر وشرحنا يعني ايه تكتشرنج وشرحنا البي اس دي اف اللي هي اول نود اللي بيشتغل فيه بلندر. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشرح يعني كذا نود زي كده مهمة جدا جدا ان احنا بنستخدمها في البرنامج واحنا بنعمل الماتيريال بتاعتنا. فيلا بينا نبدأ. طيب، اول نود عندنا ومهمه جدا وهي النود الايمج تكتشر. تمام، اي حاجه اي نود يكون لونها برتقالي ويكون جنب الكلمه بتاعتها تكتشر يبقى هي هتتطبق على السطح، لان قلنا الشيدر هي الماده الخام والتكتشر هي سطح الماده الخام. فلو جينا هنا في النود بتاعت ايمج تكتشر، تمام، وجينا هنا دوسنا اوبن، هننزل اي صوره وهنيجي نوصلها بالبيس كولر. ليه البيس كولر؟ البيس كولر ده اللي هي السطح الاساسي، لون السطح الاساسي بتاعي او الشكل بتاعه. تمام، وجيت وصلتها كده هلاقي ان الماتيريال بتاعتي اتحولت لونها بقى نفس الصورة اللي انا حطيتها في النود دي. ده ببساطة النود بتاعت الايمج تكتشر. عندنا تاني نود وهي الكالر رامب. ايه الكالر رامب؟ في نقطة مهمة. الايمج تكتشر دي انا ممكن اوصلها بالبيس كلر او ممكن اوصلها بالرفنس او ممكن اوصلها بالميتاليك او ممكن اوصلها بالنورمال. يبقى هي بتتوصل معايا التكتشر دي، الايمج دي بتتوصل معايا في اي تيبل من دي. بس احنا لو عايزينها نتحط انها تكون على سطح الماتيريال فهحطها في البيس كلر عشان تبقى ايه على السطح، وهنستخدمها في حاجات تانية دلوقتي مع الشرح هقول لكم عليها. تمام. طيب، عندنا تاني نود وهي دي نود مهمة جدا جدا ومفيش ماتيريال تقريبا ما بنستخدمهاش فيه، وهي نود ناس كتير بتلخبط فيها بس هي بسيطة جدا وسهلة، وهي الكالر رامب. ايه الكالر رامب دي؟ هي ببساطة لو انت بتشتغل فوتوشوب ففي الفوتوشوب حاجة اسمها ماسك. كل اللي بيشتغل فوتوشوب عارفها. الماسك دي بتبقى لاير ابيض واسود، بنعكس الابيض او الاسود لما بنيجي نقص اوبجكت او حاجة من صورة وبنعمل له ماسك. فهي دي نفس الفكره. هي الكالر رامب دي بتشتغل وظيفتين في نفس الوقت. اول حاجه يا اما وظيفه بلاك اند وايت، تمام، انها تحول لك الصوره مثلا بطريقه معينه نحولها ابيض او اسود، او ان احنا نستخدمها انها كجريدينت، ان احنا نستخدمها جريدينت. ممكن نحط هنا اي لون مثلا، تمام، وهنا نفس الكلام ونستخدمها كجريدينت، جريدينت باب زي اللي موجوده في الفوتوشوب بالظبط، او نستخدمها كماسك. يبقى هي ليها ثلاث استخدامات، يا اما ماسك يا اما جريدينت يا اما ان احنا نحول الصوره بتاعتنا او اي ماتيريال بتاعتنا لبلاك اند وايت. طيب، اول حاجه انا عايز استخدمها كجريدينت، ان انا عايز استخدمها ك جريدينت ماب، ادي للماتيريال بتاعتي دي لونين مع بعض. لو جيت هنا اديت مثلا لون كده ازرق وجيت هنا اديت اخضر، هلاقي ان هو عمل لي دمج لي اللون الازرق والاخضر واداني لون الوسط ما بينهم. تمام، لا انا عايز استخدمها كجريدينت، فانا هعرف له ان السطح بتاعي ده انا عايزه جريدينت مش يدمج لي اللونين مع بعض. فهنزل نود اسمها جريدينت تكتشر. وقلنا ليه تكتشر؟ عشان ده اعرفه ان ده سطح وانا عايز اديله لونين، انها تتعرف كسطح، انها تتعرف كصورة على السطح. فبالتالي بيحول لي الكالر رامب دي لصورة وبتبقى جريدينت بالالوان اللي انا عايزها. وطبعا ممكن اغير اللون اللي انا ايه وتتعرف لي الصورة كجريدينت. طيب، لو انا عايز دلوقتي استخدمها كماسك كلاير الماسك اللي موجوده في الفوتوشوب، هعمل ايه؟ اول حاجه الماسك ده يعني احنا عندنا صوره ومقصوص منها جزء، او صوره مقصوص منها جزء وجزء باين وجزء مختفي، او صوره فيها جزئين، تمام، فيها جزئين لونين مختلفين ابيض واسود. تمام، فانا هاجي اجيب هننزل ميكس شيدر، تمام، وهنستخدم مثلا لو انا عايز اميكس اللون البامبي ده، تمام، احطه هنا في الشجرة الاولى وبعدين اخد ده احطه في الشجرة التانية
واوصل الشيدر النهائيه بالايه الماتيريال الاوتبوت. هنا لما قلت له ميكس شيدر هو عمل لي نفس الكلام، عمل لي جمع لي اللونين دول وادالي اللون الوسط اللي ما بينهم. فانا لا، انا عايز استخدم الكالر رامب دي انها تكون ماسك. تمام. فلو جيت هنا وصلتها فاكتور، تمام، نفس الكلام، لسه ما فيش حاجه حصلت عادي. وبعد ما وصلتها بالفاكتور وصلت الكالر دي بالفاكتور هنا، هيعمل لي نفس الفكره. احنا ضفنا ان هو ميكس شيدر ووصلنا اللونين، بدل ما كانت لون واحد، بدل ما عملنا الالوان هنا، لا احنا عملنا فصلنا الشيدر وخليناها لونين وعملنا ميكس شيدر وادينا له ان السطح بتاعها يبقى جريدينت. تمام. طب عشان استخدمها ماسك هاجي بصوره يكون فيها اي شكل كونتراست، يعني يكون فيها لونين عكس بعض بالشيب اللي انا عايزه، واوصل التكتشر دي تمام بالكالر امب دي. ساعتها هو هيعرف لي ان اللاير دي بقت ماسك، وهيمسح لي هيعكس لي لونين، يعني هيشيل لي اللون ده، يفصل لي اللون ده عن اللون ده عن طريق الالوان اللي انا ضفتها. وساعتها انا هنا هلعب في الالوان، وعن طريق البار ده انا ممكن ازود لاير مثلا الاحمر، لو بزود الاسود يبقى بزود اللاير الاولانيه، او بالاسود يبقى بزود اللاير التانية. نفس الفكرة اللي في الفوتوشوب بس بشكل مختلف شوية، ان احنا بنزود الاوباسيتي بتاعت الابيض او بنزود الاوباسيتي بتاعت الاسود، فبيبين لي الالوان بتاعتي. تمام. طيب النود الجايه معانا مهمه جدا وبنستخدمها برضو كتير، واللي هي نويز تكتشر. وقلنا اي حاجه جنبها تكتشر يبقى هنستخدمها ان هي تستخدم في السطح. النويز اللي هي النويز بتاعتنا لو جينا وصلناها بالبيس كلر كده، تمام، هتديني النويز الابيض في اسود ده. تمام. ولو زودت السكيل شويه هلاقي ان النويز بتاعتي بتزيد او بتنمج نفس شكل النظام اللاير اللي في الفوتوشوب. تمام. والرفنس هنا دي الرفنس بتاعت النويز نفسها، بتاعت النويز الجديده اللي هو عملها على السطح. طيب النود اللي بعدها اللي هي الفرونو دي، لو خدنا وصلنا الكالر بتاعها بالبيس كالر بتاع الشيدر بتاعتنا الاساسيه، هيعمل لي شكل السداسي ده. تمام. وطبعا انا مديله ان هو ياخد الالوان بتاعتها، فهو بيبقى اللون بتاعت النود دي بتبقى الوان مختلفه كده، ومدين لي الشكل السداسي ده. اما بالنسبه للمابنج، فالمابنج هي نفس النود دي، هي اللي موجوده هنا، اللي هو الترانسفورم. تمام. فيها اللوكيشن وفيها الروتيشن والسكيل بتوع الماتيريال بتاعنا، سواء السيرفيس او اي تكتشر احنا بنحطه، ده اللوكيشن والروتيشن والسكيل بنتحكم فيه من المابنج. تمام. وهنا التكست كوردينيت ده بنظبط التكستشر على الموديل بتاعنا عن طريق بقى اليو في، او ان هو اوبجكت او جنريتد. فاحنا ده هنفهمه اكتر واحنا شغالين، بس احنا دلوقتي هنخليها زي ما هي جنريتد. طيب دلوقتي احنا عايزين نطبق على اللي احنا خدناه، يعني احنا دلوقتي خدنا كذا نود، تمام، وعايزين نطبق عليهم. اول حاجه نعمل مثلا ماتيريال الخشب. ماتيريال الخشب عندنا بيبقى متكون من لونين، لون غامق ولون فاتح. فايه اللي احنا عندنا بيتحكم في الالوان ان هو ندمج لونين، اللي هو الكالر رامب. تمام. فاول حاجه هنعمل اللون الغامق اللي هو طبعا بيبقى لونه بني كده، واللون الفاتح البني الفاتح. تمام. وهنروحوا مثلا موصلين الكالر رامب دي بالبيس كلر. طيب مبدئيا تمام. طيب دلوقتي المطه اللي هي التكتشر بقى نفسه بتاع الخشب ده بيتعمل ازاي؟ ده عباره عن ان هو نويز ومشدود في اتجاه معين. فهنعمل هنوصل النويز، الفاكتور ده هنوصله بالفاكتور هنا، هنلاقي ان النويز اتعملت. بس احنا ممكن نروح مزودين كده الغامق، اللون الغامق، ومفتحين اكتر عشان اللون يبقى معانا. طيب ايه اللي بيتحكم في السكيل بتاع التكتشر بتاعتنا؟ المابنج. فهنوصل الماب كده الفيكتور بالفيكتور، وهنا زودنا السكيل في الطول. تمام. ورحنا قافلين الرفنس للاخر. طيب دلوقتي ده عملنا شكل التكتشر بتاع الخشب، ما خدتش معايا دقيقه. بس هنا ده السطح كلون، انا عايز اديله بقى الخشونه بتاعته او الملمس بتاعه. فانا هوصل النويز بالبامب. البامب دي ان هي بتاخد اي تكتشر احنا بنديهولها بتخليه بامب، وبنوصله بالنورمال عشان مش بالبيس كولر. بنوصله بالنورمال ليه؟ عشان احنا عايزين النورمال طبيعه الماده نفسها تكون هي خشنه من فوق، يعني الزياده بتاعتها من فوق. تمام. لو زودنا كده ان الماتيريال بتاعتنا بقت بامبد قوي، لا احنا ممكن نقلل كده احنا عملنا ماتيريال خشب. طيب ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ طبعا احنا ممكن
نعمل اكتر من ماتيريال خشب بالوان مختلفه. لو احنا بقى هنغير في السكيل ده، لو احنا غيرنا في السكيل هنا مثلا هنلاقي نفسنا عملنا كذا شكل، او لعبنا في الالوان دي، عملنا درجه بني تاني مثلا كده، احنا عملنا درجه بني تاني، درجه الوان خشب تانية. تمام. طيب وممكن اعمل ايه تاني؟ اعمل الماتيريال الميتاليك، تمام، بس اللي هي البرش اللي هو الستيل. هحط لكم صوره توضح لكم النقطه دي. اول حاجه عندنا البي اس دي اف، هنروح حاطين كولر رامب، وبعدين ننزل نويز، بعدين نوصل الفاكتور بتاعت النويز بالفاكتور بتاعت الكولر رامب، بعدين هعمل كنترول تي عشان اشغل الماب والتكست كوردينيت مره واحده، وهشد كده السكيل ناحيه الاكس عشان يديني الشدة دي. ممكن اقلل كده شوية. تمام. عايز اعمل بقى الماتيريال دي ميتال، هروح مزود الميتاليك للاخر، واروح مقلل الرفنس كده شوية، وممكن ازود الابيض كده سن، وعشان اديها نفس الفكرة اللي هي اللون، اللي اديها السطح الخشن شوية. انا بس ممكن ازود كده الستيل بيبقى اكتر من كده، او كده مثلا. ادي ماتيريال بامب، ادي نود بامب، اوصلها بالنورمال، بعدين اوصل الفاكتور ده بالهاي، تمام، واقلل القوة شوية. ادي الماتيريال البراش ستيل بتاعتي. ممكن اعمل الماتيريال الجولد بس اديلها بقى ايه شوية جرانش كده. ساعتها هنستخدم مع بعض برضو الماتيريال بتاعة الايمج. تمام. فهنيجي هنا مثلا هننزل ماتيريال، بعدين نعمل ايمج، ونعمل اول حاجة هديها لون الجولد، وهزود الميتاليك كده. تمام. الى حد ما اللون ده كويس. بعدين اقلل الرفنس كده. طيب انا عايز ادي بقى ايه الجرانش كده للماتيريال بتاعت الجولد دي عشان تديني واقعية اكتر. هوصل الايمج تكتشر دي مش بالبيس كلر، لا، انا عايز اعمل كتشر يكون واخد من اللون بتاعه السطح، بس يا دوبك كانها ميه او حاجه زي كده. فهوصل الايمج تكتشر دي بالرفنس، وهتك كنترول تي عشان افتح المابنج والتكتشر. ممكن ازود السكيل ناحيه الاكس، ممكن العب بالكيرفز كده، كيرف، عشان اظهر اكتر التكتشر اللي انا حطيتها. بس وبكده نبقى عملنا تلاتة ماتيريال مختلفين تماما. ممكن نعمل كذا ماتيريال خشب بنفس الطريقة بألوان مختلفة بتكتشر مختلف بنفس الشكل، او نعمل البراش ستيل بأشكال مختلفة بطرق مختلفة، او نعمل الجولد وازاي ضفنا الرفنس وعملنا افكت كأن الماتيريال فيها جرانشز كده او مبلولة شوية. تمام. عن طريق النود اللي شرحناها. طبعا النود دي اهم نود موجودة في بلندر، واللي بنستخدمها في اغلب الماتيريال واحنا شغالين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بننزلها. اشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.